يا أهلا فسهلا بكم في أكاديمية ملهم. لحظة بس مو هي مدرسة غزة؟ لك إيه، بعرف لهيك الدوام من الساعة 4 للساعة 7 المساء. طيب مدرسة ولا أكاديمية؟ شو الفرق؟ ما هن واحد. يا عيب الشوم عليك، لك يا باطل عليك، معقول ما بتعرف شو الأكاديمية لحد الآن؟ طير معي. Hello guys, this is English class in Mulham Academy. Today we are learning about furniture. هي تقول لكم إذا مكسورة إز مكسورة. هلا the water is thank you. أهلا وسهلا بكم بأكاديمية ملهم بقسم الميكاترونكس. نحن هنا نقوم بتعلم حساسات والإلكترونيات مثل الشاشة، مثل المقاومات ضوئية وغيرها من القطع الإلكترونية. صرنا نعرف نبرمج لحالنا ونركب قطع إلكترونية لحالنا. شو شريك؟ خلينا نفتها أحسن من هالشي كله. الستة تحت الخمسة، شكلنا فاشلين من أول تيافين. بس ما يشوفنا نستأذن له. عندنا هاي الريلة التوصيل VCC على 5 فولت. هون انتوا شو عم تعملوا؟ ليش ما انكم منتبهين؟ أحمد، طيب سؤال، شو هدف الأكاديمية؟ تعال خبرك صديقي. الهدف من الأكاديمية هو تنمية قدرات الطلاب وتدريبهم بعناية ودقة من خلال برنامج تدريبي متكامل. Hoş geldiniz. Biz burada Mulham Akademisi'nde Türkçe öğreniyoruz. هي تقول لكم أهلا بكم في قسم اللغة التركية في أكاديمية ملهم. هايدي قولي arkadaşlar. صح أنسة؟ صح؟ قولي أنا مها من أكاديمية ملهم من فئة الرسم. نحن أخذنا الأساسيات والمبادئ وبلشنا بالشخصيات، ونحن هلأ عم نطور حالنا من خلال تحضيرنا للمعرض. طبعا أنا وصلت لمرحلة الاحتراف أحمد بيكاسو. ليش ملك؟ خلصت اللعبة يعني هيك جيم أوفر؟ نحن حاليا في قسم الشطرنج وتعلمنا المبادئ والأساسيات وعم نتطور لحتى نشارك في المسابقات. بالنهاية للأسف دائما المشاريع التعليمية بتعاني من قلة الدعم، لهيك بنطلب منكم مزيد من العطاء والدعم لقسم التعليم لتخريج العديد من الطلاب المتميزين والمتفوقين. طير